الله غادي نحتاجو الاناء اللي غادي نديرو فيه كاس ونصف ديال الحليب اللي يكون دافي. عبرت معكم هنا بالكاس اللي السعه ديالو 100 ملل، يعني غنحتاجو 150 ملل ديال الحليب. غادي نحتاجو ايضا نصف كاس ديال سكر حبيبات، وغادي نضيفو ليه سكر فاني، ممكن نديرو حتى الفانيلا السائله، نديرو منه واحد المعلقه صغيره. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال خميره الخبز اولا الخميره الفوريه. وغادي نضيفو ايضا كاس ديال الدقيق الابيض اللي يكون خاص بالحلويات. كيف ما كتشوفوا نحركوا العناصر كامله مزيان مزيان، نغطيو عليهم تقريبا واحد 5 دقائق. هاد الايام الحال سخون، راه دغيا دغيا كتتفاعل لينا الخميره، وهاد الفطائر هادو راه دغيا كيختمروا. هنا غطيت عليهم خليتهم تقريبا واحد 5 دقائق حتى كتصبح على هاد الشكل هذا. صافي. وهنا عاد غادي نكملوا باقي العناصر. غادي نضيفوا ربع كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، زيت المائده. وغادي نضيفوا ايضا بياض البيض، عندي هنا بيضه وحده. غادي ناخذوا الصفار نخليوه باش ندهنوا به البريوش ديالنا، والبياض ديال البيض نديروه في الوصفه. بالنسبه هنا لاصفر البيض نضيفوا ليه شويه الحليب وشويه قهوه سريعه الذوبان، نخليوهم على جنب وندوزو باش نكملوا الوصفه ديالنا. غادي نديروا معلقه صغيره غير ممتلئه ديال الملحه اولا الملح حسب الذوق. صافي. غادي نخلطوا هادشي كامل مع بعضياته بالطراب اليدوي. وصافي. هنا مباشره غادي نبداو نضيفوا في الدقيق، يعني نجمعوا البريوش ديالنا. كمرحله اوليه غادي نديروا 2 كيسان ديال الدقيق، والكاس الثالث هو اللي درناه في بدايه الوصفه، يعني مجموع الدقيق درنا هنا 3 الكيسان. والكاس كيهز 100 غرام، يعني 300 غرام ديال الدقيق. اكيد غادي نخلي لكم المقادير بالغرام في صندوق الوصف. غادي نخلطوا الكل مزيان مزيان وغير بالطراب اليدوي كيف ما كتشوفوا. في هذه المرحله هذه غادي نحيدوا الطراب لانه ما يبقاش يدوز لينا في العجينه. وغادي نضيفوا الكاس الرابع كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للدقيق ضروري انكم تغربلوه باش تفادوا انه يكون فيه شي حبيبات اللي غتكتل لكم في الخليط. وغادي نضيفوا ايضا خماره حمراء اولا خميره كيميائيه من وزن 8 غرام. صافي. وغادي نبداو نجمعوا العجين باليد ديالنا باش نعرفوا القوام الحقيقي ديالو، ومنها راه ما غاديش يدوز لينا فيه الطراب اليدوي. صافي. غادي نبداو نجمعوا العجينه على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للقوام ديال هذا البريوش راه كيكون خفيف واحد شويه. هنا كاخر اضافه غادي نديرو نصف كاس ديال الدقيق، يعني مجموع ديال الدقيق هزت لينا 4 الكيسان ونص. غنوريكم القوام ديالها كيفاش خصو يكون. وصدقوني هاد الفطائر هادو راه كيجيو رائعين جدا جدا، كيجيو مزيج ما بين الكرواسه وبين البريوش. انا متاكده بلي الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وهنا كيف ما كتشوفوا جمعت العجينه ديالي، وكيف ما قلت لكم بالنسبه للقوام ديالها راه كيكون مرخوف، والمقادير راه مضبوطه جدا جدا. هنا درت ليها واحد المعلقه